الصبح مدرسة واقفة في الفصل قدام العيال، وبعد الظهر على تروسيكل محملة أنابيب غاز وبتلف البلد تدور على رزقها الحلال. اللي هتسمعوه دلوقتي مش حكاية مسلسل ولا فيلم، دي حكاية حقيقية لست ب100 راجل اسمها شربات، اللي قررت تتحدى كل الظروف وتكتب حياتها بكفاحها وتعبها. يلا بينا وأنا هحكي لك عن أجدع ست في مصر. ستات مصر معروفين من زمان انهم ب100 راجل، وخصوصا وسط الازمات دايما يسدوا، اصل مفيش مهما كانت تقف قدامهم. والدليل على كده حكايه الست شربات، ودي حكايتها ليها العجب وتستحق انها تدرس في كتب. شربات دي اللي تقدر تقول عليها رمز للصبر والكفاح، من اللي يخلي الواحد يقف يبص كده ويقول ازاي في ستات قويه كده. حكايه شربات بدات من زمان لما والدها رحل من حوالي 30 سنه. ساعتها لقيت نفسها هي واختها صباح قدام حياه صعبه وما فيهاش رحمه. العيله كبيره 9 اخوات ومفيش اللي يشيل المسؤوليه، ومن هنا بدات الحكايه. شربات قررت تكمل طريق ابوها وما سابتش مهنته، رغم انها كانت مهنه قاسيه وتعبانه، لكنها كانت شايفه ان ده باب رزق ربنا فتحه ليها. تخيلوا كده بنت صغيره تطلع على تروسيكل وتشيل انابيب غاز وتلف البلد رايحه جايه، وهي جواها احلام كبيره لمستقبل افضل ليها ولاختها. طبعا اي حد في ظروف شربات يا دوبك يقدر يسد الشغلانه ويقول مفيش وقت للتعليم ولا غيره، بس كان طموحها قوي، علشان كده كملت تعليمها ودخلت كليه الدراسات الاسلاميه قسم اصول الدين، واتخرجت بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف. انت متخيل وسط كل الظروف دي وتتخرج بتقدير كمان؟ بس لسه اللي جاي. شربات ما اكتفتش بشغلانه الانابيب والشهاده اللي معاها، لا دي اشتغلت مدرسه الصبح، وبعد الظهر كانت بتنزل على التروسيكل بتاعها وتبيع انابيب الغاز. يعني الصبح مدرسه وبعد الظهر ست شقيانه بتشتغل على كتافها وشايله حمل الدنيا. شربات اتجوزت 7 سنين، لكن النصيب ما كملش. انفصلت عن جوزها عشان مش قادره تخلف، ورغم جرحها الكبير ده وقفت على رجلها وقالت الشغل مش عيب وربنا هو اللي بيعين. ده حتى اختها صباح مرت هي كمان بنفس ظروفها وانفصلت، وكمان كان عندها ظروف صحيه صعبه، خلفت ولد ابوه حتى مش عارف انه جه الدنيا. شربات بقت الام والاب والاخت والسند لصباح وابنها، وهي اللي شايله همهم. طبعا نموذج زي شربات نموذج مشرف، بس تفتكروا الناس سابوها في حالها؟ للاسف لا. وهي ماشيه على التروسيكل الناس في الشارع ما كانوش سايبينها في حالها، منهم اللي بيضحك ومنهم اللي يرمي كلمه تضايقها ومنهم اللي يتريق، بس شربات قلبها قوي، لا اهتمت ولا وقفت عند كلامهم، بالعكس خدت السخريه والتنمر وحولته لطاقه، وقالت انا هكمل ومش هكسر. لكن رغم كده في ناس حواليها بيقولوا عليها ست ب100 راجل، واقرب الناس ليها عارفين انها مثال للصبر والقوه، خصوصا بعد اللي حصل لها من 4 سنين. السيول نزلت على قريتها والبيت بتاعها وقع فوق دماغها هي واهلها، وساعتها اضطرت تاخد قرض عشان تبنيه من الاول، ولسه لحد النهارده بتسد في ديونه من مرتباتها وعرقها وتعبها. شربات بتحكي انها بتطلع الانبوبه لحد الدور الخامس والسادس لوحدها، بتشيلها كانها راجل بالظبط، لكنها ست عاديه بجسم ست مصريه بسيطه، بس هي مضطره تعمل كده عشان تعرف تعيش هي وعيلتها. النهارده شربات مثال مشرف لكل ست مصريه، مدرسه مكافحه وبنت بلد جدعه بتواجه الحياه برجوله، مش موجوده عند ناس كتير. ست صابره على ديونها وتعبها وهمومها، ومع ذلك راضيه وحامده. حلم شربات دلوقتي انها تعمل عمره، وهي قالت بنفسها نفسي في عمره ونفسي في عربيه اشتغل بيها بدل التروسيكل اللي بتعبني. دلوقتي قول لنا ايه اصعب شغلانه اشتغلتها في حياتك؟